ممكن تكون خلصت الجامعة ونفسك تبني بيت وتبدأ حياة بالحلال، بس لما تبص لقدام تلاقي ان الجواز لسه بعيد. مش هروب، بس الطريق فعلا طويل. لسه بتدور على شغل ولسه في تجهيزات ومسؤوليات تقيلة، وكل ده مش بإيدك تخلصه في يوم وليلة. ومع استسلامك لفكرة الانتظار دي تلاقي نفسك بدأت تقع في حاجات انت عارف انها غلط. تكلم بنت مثلا وتقول انا بتسلى لحد ما اتجوز. تحب واحدة وممكن تتعلق بيها، ولو حد سألك بتعمل ايه تقول له بجرب، يمكن تبقى هي دي اللي اتجوزها بعدين. بس الحقيقه انت مش بتدور، انت بتضعف دوافعك وانت مش واخد بالك. واللي بيجرب في الحرام عينه مش بتكون شايفه الحلال حتى لو كان قدامه. النفس بتتعود على الاشباع السهل، ولما تتعود تاخد اللي هي عايزاه بسرعه بتفقد قوتها انها تدفع ثمن الحلال. علشان كده ربنا امرنا بالعفه لو الجواز مش متاح، فقال عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. انت مش مطالب منك تتجوز ما دام في موانع، بس مطالب منك انك تبتعد عن الحرام حالا من غير ما تبرر لنفسك. تحمي قلبك من التعلق وتسد ابواب الحرام اللي بتتفتح بشكل ناعم وتدخل على قلبك تغير. وخليك فاهم كويس جدا، العفة هي اللي بتفضل محافظة على لهفتك، وهي اللي هتخليك تتحرك بصدق، مش تكسل وتقول انا مستني وخلاص. فعاوزك تقعد مع نفسك كده بجد وتفكر وتسأل نفسك اللي بتعمله دلوقتي هل فعلا بيقويك ولا بيستهلكك وانت مش واخد بالك.